سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة الفوشار اللي يحبوها الصغار والكبار. فوشار حلو، بطريقة سهلة وبسيطة، وراح نعت لكم كيف يجيكم مقرمش ونفسه تاع المحلات. فوالا، كيما راكم تشوفوا المكونات هنايا عندي 3 ملاعق كبار من الفوشار، 2 ملاعق كبار من السكر العادي، وعندي 3 ملاعق ونصف كبار من الزيت، وعندي ربع كأس من الماء. وهذيك القارورة اللي راكم تشوفوا فيها الصغيرة فيها ملون، عفوا منكه وملون نتاع الشوينغوم. هذا الفوشار كنت راح نحضره للتلاميذ تاعي قسم التحضيري، لهذا حبيت نديره لهم باللون الازرق، ولكني ما كترتش لهذا ما جاش باين بزاف. نجيبو هنايا مقلاة ولا برمة ولا واش متوفر عندكم، شويه تكون شويه ثقيله، ومن الاحسن الى عندكم الغطاء نتاعها يكون زجاج، وإلا ما عندكم الزجاج عادي، المهم غطاء يغطي لكم هذاك القدر باش على بالكم الفوشار واش يدير لكم حرب عالميه. حطيت الزيت اولا، ومن بعد جبت هذاك الماء حطيت فيه الملون الازرق. الى الملون تاعكم بودر خلطوه مع السكر ومن بعد صبوه. شوفوا، حطيت الزيت ومن بعد الفوشار ومن بعد السكر. هنا راح نخلط كل شيء مع بعضه، وزيد ضفت الماء، نحرك ونحط هذه المقلاة فوق النار. هنايا الماء نتاعي راح يغلى يتبخر ويبقى هذاك الزيت الفوشار راح يطيب لي في هذاك الزيت. شوفوا هنا النار راح نقويها في الاول حتى ينشف لي الماء ويبقى الزيت. كي يبقى لي زيت راح نخليها ابتيفا، يعني نقلل النار خلاص باش يطيب على نار هادئه وما يتحرق لكمش. حطيت رشه ملح، وشوفوا من داك راني نحرك في المقلاة نتاعي. ما تنساوش لابوني وما تنساوش الجيم والتعاليق. ماكم خاسرين والو البنات، وما كان حتى فايده كي تدخلوا تتفرجوا تدي وصفات وما تكليكيوش على الجيم، يعني ما راكمش رايحين تخسروا، ما عندكم ما تخسروا، لاني انا نتعب على جالتكم على جال هاد الوصفات. شوفوا البنات بدا يطرطق. لماذا قلت لكم غطاء احسن يكون زجاجي؟ باش تشوفوه كي يطيب كامل، يعني ماشي تغلقوا عليه ومن بعد تلقاوه ما طابش. هنا جا اللون تاعو ماشي ازرق بزاف، شوفوا كيفاه جاني مكرمل البنات، هنا ماهوش محروق، هذا راهو مكرمل. جاتني هاد لا كونتيتي كامله. هنا راني بديت نحط في الاكياس للاولاد، ما كملتهمش، وكان مازال بقالي في المقلاة 3 ملاعق تخرج لكم هاد لا كونتيتي كامله. شكرا.